نادي بايرن ميونخ الألماني يحسم أزمته مع نصير مزراوي بقرار رسمي. أصدر فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم صباح يوم الجمعة بلاغا يتعلق بقضية لاعب المغربي نصير مزراوي، والتي أسالت العديد من المداد في الأسبوع الأخير بسبب مساندته لفلسطين. وأجرى نادي بايرن ميونخ محادثة مفصلة وواضحة مع نصير مزراوي هذا الأسبوع، وكان سبب الجدل هو منشورات مزراوي على انستغرام فيما يتعلق بالإرهاب ضد إسرائيل قبل أسبوعين تقريبا، مما أدى إلى غضب وانتقاد كبيرين. ونشر النادي بيانا قال فيه: لقد أكد لنا نصير مزراوي بمصداقية أنه كشخص محب للسلام يرفض بشدة الإرهاب والحرب. يقول جان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ إنه يأسف إذا تسببت منشوراته في إثارة الغضب، موضحا: يدين نادي بايرن ميونخ هجوم حماس على إسرائيل. وإضافة إلى ذلك يوضح نصير مزراوي: أنا أدين كل أنواع الإرهاب وكل منظمة إرهابية. يعارض نادي بايرن ميونخ ونصير مزراوي بشدة نقل صراع الشرق الأوسط وعنفه إلى ألمانيا الملتزمة بالسلام. إن الكراهية والعنف من أي نوع ليس له مكان في الثقافة السياسية الألمانية. ويقف نادي بايرن ميونخ إلى جانب الجالية اليهودية في ألمانيا وإلى جانب إسرائيل. لا شيء يبرر قتل الأطفال والعائلات. نادي بايرن ميونخ مقتنع بأن كرة القدم يجب أن تطور قدرتها على التوازن بين الثقافات المختلفة خاصة في أصعب اللحظات. وسيبقى نصير مزراوي ضمن تشكيلة الفريق، لكنه سيغيب حاليا بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة دولية مع المنتخب المغربي. فما رأيكم في الضغط الذي مارسه بايرن ميونخ على المزراوي بخصوص تعاطفه مع أهلنا في غزة؟ أخذا بالاعتبار هذا البيان، فإن إسرائيل بالمثل تمارس الإرهاب بقتلها للأطفال والنساء وبوحشية لم يسبق لها مثيل. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ازدواجية المعايير لدى الغرب عامة، والذي صدع مسامعنا باحترامه لحقوق الإنسان، حيث يتبين أنهم يعنون به فقط الإنسان الغربي. اتركوا لي آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعم إخواننا في غزة بنشر أخبارهم والدعاء لهم، ودمتم سالمين. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع الضغط على الجرس ليصلك كل جديد.